الرعب والإرهاب اللذان ينشرهما تنظيم الدولة الإسلامية حولهما المصريون مادة ساخرة. قد تموت رعبا لو شاهدت أفلاما أصدرتها داعش تحت اسم صليل الصوارم، مستعرضة فيها أعنف المشاهد على أنغام نشيد يحمل أيضا اسم صليل الصوارم. لم يعد بالإمكان مشاهدة هذه الأفلام بعدما حذفها موقع يوتيوب لشدة قسوتها، لكن على أنغام صليل الصوارم لا يريدك المصريون أن تموت خوفا بل ضحكا. صليل الصوارم نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة. إذا كانت الضربة الجدية لداعش لم تؤتي ثمارها بعد، فإن المصريين استطاعوا بطرافتهم أن يسددوا ضربات معنوية في مرمى التنظيم عبر سلسلة أفلام ساخرة بدأوا بنشرها على يوتيوب قبل أيام على أنغام صليل الصوارم. لدينا اقتحام يبيد الضباط وكاتم صوت جميل صدى. بعض الأفلام تم تصويره حديثا من قبل ناشطين، والبعض الآخر تم فيه تركيب الأغنية على مقتطفات من أفلام مصرية، وقد لاقت رواجا على نطاق واسع على هاشتاج صليل الصوارم. صليل الصوارم نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة. ماذا يعني صليل الصوارم؟ الصليل هو الصوت المدوي، والصوارم هي جمع الصارم أي السيف الحاد القاطع، وبذلك يكون المعنى صوت السيوف الحاد والمدوي. وهذا يعني أن داعش أراد من اختيار هذا الاسم أن يبث الرعب من خلاله، ولكن مع المصريين اضحك مع صليل الصوارم. وكاتم صوت جميل صدى. صليل الصوارم نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة.